مساء الخير، عاملين ايه؟ معانا بقى حمص الشام او الحلبسه. دي بتتاكل كده على الكورنيش وبتبقى في الشتاء كده في البيت، بتبقى حاجه روعه قوي. يلا بينا نعمله مع بعض. معانا بقى نص كيلو من الحمص. كنا قاعين في ميه سخنه لمده ساعتين ولا حاجه. وبعدين هصفيه بقى من الميه، وبعدين احطه في حله وعليه بقى ميه سخنه برضو مغليه. ما احطش، اوعي تحطي ميه بارده ولا حاجه عشان ما يجفش معاكي، يعني الحبايه ما تبقاش جافه. وهنا بقى معايا الطماطم والبصل، 3 حبات من الطماطم ونص بصلايه و3 حب فصوص من الثوم، وهضربهم مع بعض. وهنا بغطي الحله على الحمص. وهنا بقى هنعمل الدقه بتاعته. بدل ما نحط كل شويه ليمون عليه، هنا معايا حوالي ربع كوبايه من الليمون، ملح، كمون، رشه من البابريكا بسيطه، وتوم باودر، ومعلقه كبيره من الخل، وشويه ميه دافيه، وهقلبهم كلهم مع بعض. نركنها على جنب. وهنا بقى ضربت الطماطم بالبصل بالثوم وحطيتهم، واسيبهم بقى ايه، يغلوا مع بعض. وطبعا قبل ما اقفل عليه احط البهارات اللي هو الكمون والملح وبس، وكده يبقى خلص، سهل جدا. وهنا بقى حطيته في كوبايات وحطيت عليه الدقه. وده كده شكله النهائي، وبالهنا. وما تنسوش اللايك والشير، واشوفكم على خير. باي باي.